السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله. هنا غادي ندير معكم رولي ديال اللحم معمر بالاعشاب ومرافق بالخضروات. عندنا هنا بطاطا والدنجال ومطيشه والمسير والثومه وفلفله حاره. هنا كما كتشوفوا غادي نرش واحد شويه ديال الملحه، ما غنديرش معها حتى توابل حيت غادي ندير الاعشاب باش ما نكتروش بزاف ديال النكهات، نخلوه للاعشاب. هذا الرولي هذا كيجي لذيذ بزاف مع الاعشاب ومع حيت فيه الدهنيات ودوك الاعشاب ما كيخلوكش يعني ما كيضركش داك الدهون اللي فيه. هنا كما كتشوفوا هنا عندي هنايا الزعتر وعندي الازير. الا كانوا عندك يعني مجفين ماشي مشكل. انا هنا كاينين عندي طريين، ضفت طريين. هنا كنضيف قطع ديال المسير وفلفله حاره. من بعد ما ضفت فلفله حاره غادي نضيف فصوص ديال الثوم وغادي نرولي هاد اللحم هذا بهذا الشكل هذا وغادي نعقدو بالخيط. راه كل وحده عارفه كيفاش تعقد يعني اللحم، يعني بالطريقه اللي هو عليه الخيط بلا ما ديروا ديك الطريقه اللي كتكون صعيبه شويه. وهنا راني ضفت جوج قطع، عندي جوج روليات. وهنا خديت طنجره ديال الضغط وضفت فيها مطيشه وفلفله حاره والمسير والثومه وغادي نضيف الخضر اللي عندي البطاطا والدنجال. هنا ما تضيفوا لا ما لا والو. هنا ضفت الكمون حبوب باش ينسموا ليا غير على مطيشه وضفت الملحه. هنا ما غنضيف الزيت حيت هاد الرولي غادي يطلق الدهون. وهنا ضفتهم. نضيف شويه ديال الملحه من الفوق. من بعد ما طابوا غادي نقليهم في الزيت. وهنا غادي نرافقهم بالخس والدنجال اللي طاب هو والبطاطا ومخللات فلفله حاره والكورنيشو وسلقت شويه ديال الكورجيت. وبالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم الفيديو وما تنسوناش من جيم واشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا باي جديد ان شاء الله. وبالصحه والراحه مره ثانيه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا راه كيكون طايب ولذيذ. نتمنى يعجبكم الفيديو.